السلام عليكم الاخوان والاخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشرح لكم ما معنى كونتر بلاكي عامر. كاين بزاف تاع الناس كيسولوني يقولوا لي لا حنا بغينا شي حاجه تكون خشب ماشي كونتر بلاكي، شي حاجه تكون صحيحه. راه بالعكس، كونتر بلاكي عامر الا كان الكونتر بلاكي نوعيه جيده ويكون كونتر بلاكي لاطر، هذيك هي الخدمه الصحيحه وهذيك هي الخدمه اللي كتكون متقونه. حتى في لافينيسيون في اي حاجه كتكون متميزه. خاص جوج تاع النقط: يكون الكونتر بلاكي نوعيه جيده ويكون عامر مزيان، يكون عامر بالخشب العادي، لكن هذاك الخشب يكون مدريسي ما يكونش عوج. غادي نوري لكم هنايا مثلا. هنا كتشوفوا هذه هي الخدمه عماره، كنعمروا بالخشب ديالنا اللي هو هذا. كما قلت لكم الخشب كيكون مدريسي، وشوفوا السمك ديالو. السمك كتحكموا فيه على حسب واش غادي نصاوبوا. بحال مثلا الا غادي نخدموا بيبان تاع البيوت كنعمروه بخشب بهذا السمك هذا، كيكون فيه 3 سنتيمتر. وإلا كنا غادي نخدموا بيبان تاع بلاكارات كنديروا خشب رقيق عليه. بحال مثلا هادو جناب تاع الناموسيه استعملت فيهم خشب غليظ. ممكن ندير خشب رقيق، لكن يعني باش نحصلوا على حسب الخدمه. يعني الا بغينا نديروا خدمه مزيانه نديروا خشب غليظ، وممكن اننا نديروا خشب رقيق. بحال هنا كما كتشوفوا الكونتر بلاكي هو هذا كونتر بلاكي لاطر برومي. هاو شوفوا السمك ديالو كيكون فيه تقريبا 4 ملم، وكنعمروه بالخشب العادي كما كتشوفوا هذا.